بسم الله وعلى بركة الله. لو قلنا ما هو نابغة هذا العصر في شعر المحاورة بدون قصور في جميع شعراء المحاورة الأحياء والأموات، نقول تركي عطله الميزاني المطيري، هذا الشاعر الذكي الخلوق اللي فاهم من معنى الشعر واحترامه لزملائه الشعراء والجمهور الكبير والصغير بدون تكبر ولا تصنع ولا ابتسامة ما تفارق وجهه في محاورة ولا في غيرها، ويحبونها الناس، وكبير ولا صغير أثناء المحاورة يقومون بالتصوير معه ويضحك معهم ويوفق بين الشاعر اللي يحاوره والتصوير معه ومع الصفوف وانتباهه لما يدور حوله. وهذا الشيء معجزة صراحة بدون مجاملة، ما شاء الله عليه وتبارك الله. هذا النابغة تركي من صغره خاض ميادين المحاورة مع كبار الشعراء وهو صغير عمره لا يتجاوز 13 سنة. ويقول الشاعر خليف الهجلة رحمة الله عليه البادي تركي، ويقول خليف: حييت يا شاعر سنك 13 والملعب الشاذلي الصح ولا خطأ، إنسان شفت الوتر حساس دق الوتر، واحذر حياض المنية صح ولا خطأ. ويقول علي محمد المطيري يقول: يا أهل الهروج العوج كفوا عن القيلة، ما انتم بحوله يا أهل الألسن الحرشة، إنسان فيكم ميز حطوا معاديله، لكن عجزانين وقلوبكم خرشة، ندري نقايدكم بلي محاصيله، ولا تسمعون النصح وسموعكم طرشة، ترى الجبل ثابت تمره مخايله، ما هم هالحاشية ولا هم هالهرشة، وين الحيا والخوف من هازم الفيلة، الهرج هين لا جلست على الفرشة، واللي يرى في نفسي عدل الميلة، أنا تحدث هام مراح به شرشة، يقابله ويذوق ضرب التفاصيل، ضرب المعاني غير عن تونة القرشة.